السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي حاجة هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله النهاردة هيكون غدانا النهاردة معانا فرخة هي هنبدأ نقطعها كده مع بعض، وهنعمل صينية رز في الفرن ان شاء الله، رز معمر. وهنعمل الفرخة دي بطاطس في صينية كده ان شاء الله في الفرن. الفرخة زي ما احنا شايفين كده قطعناها على 7 قطع. ان شاء الله هنتبلها مع بعض. الفرخة زي ما احنا شايفين كده بعد ما قطعناها هي حطيناها في محلول نقع، خل وملح وليمون لمدة ساعة، وصفيناها خالص زي ما انتم شايفين بالنظام ده. هنبدأ بقى نتبل. معانا هنا طماطم، فلفل ألوان، بصل وتوم وجزر وقرن شطة، ومعانا التوابل زي ما انتم شايفين كده، كمون، كزبرة ناعمة، فلفل أسمر، بهارات، توابل فراخ، ملح أبيض. هنبدأ الطماطم كده نقطعها في الخلاط مع التوم ومع قرن الشطة. حبايبي زي ما احنا شايفين كده حلة اهيت، معانا بصل قطعناه، ومعانا الفلفل الالوان اهوت، وهنا الطماطم اللي كانت معانا، واربع فصوص توم وقرن شطه. هنبدا نتبل الفرخه كده مع بعض. نقول الطماطم اهو، والبصل اهوت، وادي الفلفل الالوان حطينا مع بعض اهوت. هنبدا ننزل بالتوابل كده، هنخلط الخليط ده كله مع بعض كده. وهنبدأ نشرح الفرخة زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان التتبيلة كلها تدخل جوه اللحم بتاع الفراخ. هنعملها فتحات كده. احنا شايفين كده. الصدر ده بقى يا جماعة هنعينه في الفريزر، نعمل منه بانيه، نعمل منه صينية نجريسكو والفراخ. هنبقى نعملها برضو ايه مع بعض. هنبدأ بقى كده ايه نتبل مع بعض كده زي ما احنا شايفين كده، ندخل التتبيلة كلها جوه اللحم بتاع الفراخ كده. هنركن بقى التتبيلة دي ساعة ساعتين، ولو بيتناها ليلة كاملة في الفريزر برضو مش هتقول لأ، مستحسن يعني. هنبدأ بقى نركنها كده مع بعض. ومعانا هنا بطاطس اهيت، ممكن نحط البطاطس هنا في التتبيلة مع الفراخ، ولكن لا انا مش بحب الطريقة دي. البطاطس ده هنبدأ نتبلها كده في الصينية لوحدها مع بصلاية، هتشوفوا معايا دلوقتي. حطينا بصلاية على النار اهوت، وقرن فلفل الوان كده عليهم قطعناه، معلقة زيت، شوية بهارات كده، يبدأوا بس كده يتبلوا مع بعض. وهننزل عليهم بالبطاطس.
معانا البطاطس اهي، هنبدأ كده ننزل بقى كده على البصل اهي. الفضيلة تحمر قوي يعني، هي تدبل بس كده. كرمل بقى البطاطسية معايا الطريقة ديت. الخضار عامة لما يتبلوا مع البصل كده بيدوها طعم وريحة جميلة. نضيفهم مع بعض. زي ما شايفين كده هنهد عليهم النار خالص ونسيبهم بقى مع بعض يبدأوا يتبلوا البصل مع البطاطس. البطاطس اهيت زي يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده تبلت خالص خالص اهيت مع البصلايه، بدأ لونها يصفر كده البصلايه مع بعض. بعد ما شوحناها كده هننزل بقى بايه قطع الفراخ زي ما احنا شايفين كده. ننزل برضه بالتتبيله الاول كده على التتبيله اللي احنا تبلناها بقى على البطاطس كده. بعد كده ننزل بقطع الفراخ. نقلبها كده اهيت. الخلطه كلها اهي هتبدأ تغلي معانا كده على البوتاجاز، وهنعمل الرز مع بعض. وبعد كده هندخلها الفرن تاخد وش تشمع معانا كده. هو الطاجن اهو غسلناه وصفينا ميته خالص، وعندنا الصينيه اهيت زي ما شايفين كده. ده معانا لبن بقري حليب غليناه غلي معانا على النار شويه، كانوا معانا فاضلين من الاول لانهم رايبين هنرميهم. لا طبعا احلى صينيه رز باللبن الرايب نضربه في الخلاط مع الملح بيطلع معانا بالطريقه دي، بيعمل فوم كده اهو زي ما انتوا شايفين. بطلع القشطه بتاعته بحالها كلها فوق اهيت على وش الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا نضيفهم مع بعض. وده اهو انا عايزه بس ننزل الوش بتاعه نصه مثلا هنا، والنص التاني كده هنا. هنعمل لكم برضو رز مع بعض برضو ان شاء الله باللبن الرايب بس، وهتشوفوه معانا. مفيش حاجه بتترمي يا جماعه عشان حرام. هنبدا كده ايه، ولعنا الفرن يسخن اهوت من 10 دقايق كده نحطه في الفرن. معانا هنا بطاطا اهيت غسلناها اهيت برضو خالص ونشفناها اهيت، وهنبدأ نحطها كده اهي في الفرن مع صينية الرز اللي في الفرن ان شاء الله. والفراخ غلت معانا اهيت هدينا عليها النار وغطيناها كده بورق فويل اهيت لحد ما تغلي خالص وتطيب معانا، وبعد كده هنبدأ ندخلها الفرن ان شاء الله مع بعض. معانا هنا يا جماعة الزبدة اهي زي ما انتم شايفين، دي زبدة فلاحي. هنبدأ كده نسيحها كده على النار، يعني هندخلها مع الرز كده في الفرن. الطاجن ده زي ما انتم شايفين كده في طبق ألمونيا، اي حاجة تدخل الفرن يعني نحط على النار. وهنضيف عليها ايه معلقة زيت كده زي ما احنا شايفين كده.
هنبدأ نسيحهم مع بعض ونطلع رز من الفرن. وهنا يا حبايبي بعد ما خلصنا كل حاجة اهوت، البطاطا زي ما انتم شايفين اهو بوجبر عليها اهيت، زبدة اهي، وصينية الرز اهي، وصينية الفراخ زي ما انتم شايفين كده اهيت. ايه رأيكم؟ خلاص خلصنا وشطبنا مطبخنا الحمد لله اهو زي ما احنا شايفين كده. حبايبي في ناس بحتالي على الخاص بتقول لي ايه هي المادة اللي انت حطيتيها على الكيكة ترفع معاك الكيكة دي. المادة دي يا حبايبي بيكربونات صوديوم، البلدي كده احنا بنقول عليها ايه، كربوناتو العادية اللي بنضيفها على الطعمية وحاجات دي يعني. فدي مادة رافعة بنضيفها مع المواد الجافة، الدقيق والبيكنج باودر والمحسن الكيك، بتساعد معانا على رفع الكيكة. الناس اللي سألتني على الخاص ماشي.